لما تبقى 10 تدي 11. هل الاهلي يفضل اكبر من الرقم؟ لما الحارس القائد يغيب الفرد يغير الميزان، ساعتها هل البروفه مستمره ولا الليله اتلغت بقرار من الملعب؟ اول ازمه غياب محمد الشناوي، مش مجرد حارس، ده قائد منظومه الدفاع كامله. غياب لاي سبب، ارهاق او زكام، بيخلي الثقه تهتز من اول دقيقه. تاني ازمه الطرد، لو لاعب زي جراديشار خرج من الملعب انت مش بس فقدت رقم، انت فقدت ذراع تكتيكي مهم. الخصم بقى عنده افضليه مجانيه، مساحات اكبر وجراءه اكبر. 10 لعيبه بدل 11. الخطه اول ما بتتغير من المكسب للنجاه، الضغط بيزيد، الهجمات بتقل، كل لمسه غلط بتتحول لفرصه للخصم. لو الحارس مش الاساسي الهفوه بتبقى بهدف، والتردد بيبقى خطر مؤكد. هنا السؤال اللي قسم الجمهور نصين، المشكله في المدرب ولا في اللي حواليه؟ المدرب لازم يكون عنده خطه طوارئ، لو في طرد، لو في غياب، مين يسد الفجوه؟ لو مفيش حلول يبقى ده قصور تكتيكي لازم يتصحح. بس لو البديل مش جاهز، لو الفريق ما فيهوش صفقه تعالج الغياب، يبقى دي اداره وصفقات مش بتكمل المنظومه. الاهلي خرج من الماتش بس مش بنفس شخصيته، النتيجه عدت لكن الانذار واضح. حارس غايب، لاعب مطرود، ضغط وتوتر، اختبار لهويه الفريق الحقيقيه. قبل ما نلوم حد لازم نعرف احنا بنحاسب المدرب ولا بنحاسب الظروف اللي رمانا فيها من اول يوم. لو انت صاحب القرار تبدا من فوق ولا من الخط؟ تصلح الاداره ولا تصلح الخطه؟ انت شايف المشكله فين؟ سيب رايك، اللي جاي اهم.